الحكم كيطلب مواصله اللقاء. بن عارف، عبد السلام بن جلول، عبد السلام بن جلول كيحتفظ بالكره، كانت طلب الكره مصطفى اليوسفي. هدف لفائده فريق الجيش الملكي، هدف بعد تسديده ديال عبد السلام بن جلول. يعني الكره غلطات الحارس ياسين الحظ، كانت كره عرضيه لمسها ياسين الحظ ولكن عانقت الشباك. اذا هدف يمكن نقول بانه حتى واحد ما ننتظر بانه يمكن الكره تتجاوز الحارس ياسين الحظ بهذا الشكل. هدف ديال اللاعب عبد السلام بن جلول، 1-0 لفائده فريق الجيش الملكي، وفرحه اكيد في المدرجات الخاصه بجماهير فريق بالقوه الكبيره، ولكن ياسين الحظ مشى الكره باليد ديالو تجاوزت الكره وبالتالي عانقت الشباك. هنا مره اخرى محاوله خروج ياسين الحظ خطيره، مصطفى اليوسفي، والهدف الثاني لفائده فريق الجيش الملكي. مصطفى اليوسفي يسجل الهدف الثاني لفائده فريق الجيش الملكي، يمكن نقول على بعد ثواني قليله من الهدف الاول. هدف ثاني لفائده فريق الجيش الملكي، وفرحه كبيره ديال الطاقم التقني والطاقم الاحتياطي. لاحظوا مره اخرى حمزه حجي رفع الراس ديالو، خروج مره خاطئ ديال ياسين الحظ. لاحظوا مصطفى اليوسفي خطا الكره وضعها في الشباك الفارغه، وبالتالي يضيف الهدف الثاني. نقول هدف بالهدف الاول والثاني ثواني قليله. الحكم كريم بن عارف، هذه محاوله لفائده فريق الجيش الملكي. بن عارف كيمرر تمريره خطيره لفائده فريق الجيش الملكي. عبد السلام بن جلول، هدف ثالث لفائده فريق الجيش الملكي، والمسجل هو المهدي النغمي كيتمكن من وضع الكره في الشباك. هدف ثالث لفائده فريق الجيش الملكي. فراغ كبير على مستوى الدفاع ديال فريق شباب الريف الحسيمي. تابعنا كيفاش خضع الكره عبد السلام بن جلول. لاحظوا حتى التمريره الجميله ديال كريم بن عارف. عبد السلام بن جلول وضع الكره امامه، وكان صراع مع المدافع الفتاح الفخوري والمهدي النغمي صراحه بطريقه ديال اللاعبين الكبار. كيوضع الكره في الشباك في الجهه اليسرى من مرمى الحارس ياسين الحظ بهذا الشكل. 3-0. هدف ثالث كيزيد اكيد من معاناه فريق شباب الريف الحسيمي، اللي يمكن نقول بانه حتى اللاعب الغرباوي. محاوله والهدف، هدف لفائده فريق الجيش الملكي، والمسجل المهدي بن رحمه. هدف رابع لفائده فريق الجيش الملكي. مهدي بن رحمه اذا كيتمكن من اضافه هدف رابع، وبالتالي كيزيد من متاعب فريق شباب الريف الحسيمي. الهدف جا بعد ضربه ثابته من الزاويه. مهدي بن رحمه اذا كيتمكن من تسجيل الهدف الرابع. فالوقت اللي كنت كنبحث على اللاعب اللي دخل مكان عبد السلام بن جلول، اللاعب الغرباوي، كتنفذ الزاويه بهذا الشكل، واللاعب مهدي بن رحمه كياخذ الكره بالصدر ديالو يسدد بهذه الطريقه. هدف جميل ديال مهدي بن رحمه، هدف جميل ديال مهدي بن رحمه، رصاصه الرحمه في شباك الحارس ياسين الحظ.